السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة طبخ وراندا. اليوم غنحضر معاكم السفوف او سليلو كما كيسميوه ديال رمضان. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله وباش ما تمنيتو يا ربي. هاد السفوف اللي كيجي زوين بنين بزاف وخا يبقى عندكم مده طويله، ما كيخسر ما حتى شي حاجه، ما كتولي ما كيتبدلش المذاق ديالو، كيبقى كيف ما هو وخا يبقى مده طويله كيبقى زوين. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. غنبداو هنا. عندي 3 كيلو تاع الجنجلان اللي غاسلاها ومنشفاها. غنبدا دابا نحمر فيها. بالنسبه للتحمار انا غنحمر في الكوكوط، واللي بغى يحمر في الفران كيحمر في الفران. المهم انايا الطريقه ديال الكوكوط كتعجبني، كتجيني سهله وكنعرف شاده ليها القياس ديالها، كنعرفها كيفاش تحمرات. كنبقى مره كنقلب كنحكها هكا بصبعاني باش كنعرف القياس ديالو راه تحمر. المهم البوطه كتكون عافيه مهيله باش كيتحمر على خاطرو، وكنبقى نقلب بيدي بحال هكا، كنحك بين صبعاني باش كتبدل ديك الريحه ديالو، ما كتبقاش فيه ريحه الخضره وكيعطي اللوين ديالو، كنعرفوا راه صافي تحمر. وبالنسبه للفران اللي بغى يحمروا في الفران راه غيديروا العافيه مهيله، يعني ما نكثروش عليه النار باش ما يتشوطش لينا، ما يتحرق ما حتى شي حاجه، يجي عاطي اللون. هنا كنقلب واش تحمر باش ما يفوتش ليا فيه التحمار وتجي فيه يعطي ديك المذاق ديال المروره. هنا عندي 2 كيلو تاع اللوز اللي درت ليها الماء طيب حتى طلعت فيها الغليه وفسختها، ودابا غندوز نقليها في الزيت. غندير زيت بارده حكلا درتها بزيت سخونه غادا ما غتتحمرش ليا على خاطر. بالنسبه للزيت انا درت ويلوغ هكا لاحقش، هو اللي غنخلط به داك الزيت اللي غنقلي فيه اللوز، هو اللي غنخلط به. هنا فاش الزيت ما غاداش ندير النار اللي تكون مزهده، غنقص البوطه باش يتحمر على خاطرو. هنا غنحط اللوز في الزيت بارده والعافيه مهيله كيف ما قلت لكم. صافي غنبقى غاده بحال هكا تنكمل اللوز ديالي كامل. سالي ما بغاش يقليهم في ما بغاش يدير اللوز في الزيت يديرو في الفران، حتى هو كيجي زوين، يعني كيجي بنين وزوين. بالنسبه لي انا درتو في الزيت. صافي هنا طاب غنحيدو باش نسقطرو من الزيت ونشفو. بالنسبه للطحين انا غنطحنو على برا باش كيجي معلك وزوين. هنا عندي كيلو تاع الدقيق ديال القمح اللي غادا نغربلو ونحيد منه النخاله وغنحمرو في الكوكوط على عافيه مهيله. وعندي 2 كيلو تاع الفورص حتى هي اللي غنحمرها، وفاش غنسالي تحمر غنغربلو ضروري خصو يتغربل باش ما يبقاوش فيه دوك الحبيبات. الفورص بالنسبه للقمح ما كيديرش الحبيبات، ولكن الفورص كيحبب ضروري خصو يتغربل. هنا غنبقى نحرك بمعلقه خشبيه وعلى نار مهيله حتى كيعطيني داك اللون الذهبي. كنبقى المهم ما نحبش من تحرك، هاك اللي حبس غيتحرق ليا. صافي كنبقاو بحال هكا كنخلط حتى كيعطي هذا اللون. هاك اللي خليتو فات فيه عاوتاني الطياب كثر من القياس وطاب بزاف غيجي مار، لا تحرق غيجي مار. خصني نخليو على يكون طيب مقاد. وسالي اللي ما عندوش الوقت باش غيحمر في الدار كاين على برا كيحمروا على برا في الفران ديال الزنقه ثاني كيجي زوين. هنا هذا الجنجلان اللي طحنته على برا في الزنقه كيجي معلك وزوين. لا هو ولا اللوز كيجيو زوينين. هذا اللوز تا هو جا معلك، غير انا ما طحنتش كلشي، خليت شي حاجه اللي خليت اللوز باقي ما مطحونش، خليت الجنجلان باش يجيو ملي نخلط كيجيو باينين في السفوف كيجيو زوينين. عندي هنايا 2 معالق ديال القرفه. عندي كوزه محكوكه اللي حكيتها حتى ولات رقيقه، حكيتها في الحكاكه. عندي هنايا النافع، وعندي حبه حلاوه. بالنسبه للنافع قلت درت هكاك جاي كاسه العنبه العماره اللي طحنته سخنته غير واحد شويه ماشي حمرته. هنا عندي مسكه حره اللي طحنتها مع شويه السكر. هنا عندي هذا هو الدقيق اللي حمرت ديال القمح وديال الفورص.
اللي عطاوني هاد اللون الذهبي اللي جا زوين. صافي دابا غنبدا نسيب كلشي باش غنخلط. هنا فاش سيبت الدقيق اللي محمر انا غنخلط الدقيق مزيان. داك اللوز والجنجلان وداكشي اللي سيبت كله خلطو مزيان. حك اللوز معلك والجنجلان معلك طارقي لي دام ديالهم حتى الخلط يدخل فيهم داك الدقيق. وعاد باش غنسيب الزيت والزبده. هنا فاش غنخلطو مزيان غنسيب عليه السكر كلاصي. المهم الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، اللي بغى الحلاوه بزاف راه كيدير على حسب الذوق صافي. هنا فاش غنخلط السكر كلاصي مزيان غندير نسيب الزبده اللي ذوبتها درت على البوطيطه دابت ليا. المهم الزبده من النوع الجيد اللي تكون مزيانه. وغندير الزيت، هي الزبده دابا ذوبتها اللي غنسيب. ونسيب الزيت اللي قليت فيه نيت اللوز. وغنبقى ندلك مزيان مع اصلا السفوف كيبغيو دلكيو مزيان. حتى اللي عنده العجانه يدوزو في العجانه باش تسهل عليه. صافي هنا تاني غنسيب الزيت وغنبقى نخلط مزيان. المهم غندلك مزيان حتى كيتدلك مزيان حتى كيعطي يولي معلك. صافي هنا ملي غادي نخلط غنسيب لي معاه مخليه الجنجلان اللي نخليها صاين باش كتجي فيه ديك التقرميشه زوينه كيجي باين زوين. غنسيبو عليه سوا نخلطو معاه مزيان. هو الجنجلان غنسيبو ملي كيبقى الجنجلان صاين كيعطي واحد اللوغو زوين فيه. غنسيب الجنجلان وغنسيب اللوز. هو دابا هو كيفاش جا زوين ومعلك. المهم حدنا كندلكوه هو كيعطي ديك التعليكه كيجي زوين. صافي هنا فاش غنخلط اللوز تيدخل مزيان اللوز. المهم السفوفه هي محدي انا كندلك هو كيتعلك. غير بالنسبه للزيت انا درت ايطرونسيس ما قلتهاش. والزبده درت 500 غرام. ها السفوف ديالي كيفاش جاو زوينين ومعلكين ولذاذ بزاف. ولا عجبكم الفيديو شاركوه مع الحباب والاصدقاء.